كتير مننا أكيد مر بالموقف ده، تحاول تتخلص من حشرات في البيت وفجأة تلاقي المشكلة بتزيد بدل ما تقل. دي حكاية بتتكرر كتير. في حلقتنا النهاردة هنكشف ليه واحدة من أشهر الطرق المنزلية دي مش بس بتفشل، لأ، دي ممكن تجيب نتيجة عكسية تماماً. وده بالظبط السيناريو المحبط اللي ناس كتير بتمر بيه. الواحد بيبقى فاكر إنه بيعمل كل حاجة صح، بيجيب البودرة ويرشها في كل مكان، لكن المشكلة بتفضل موجودة ويمكن كمان بتزيد وبتنتشر أكتر. طيب، إيه اللي بيحصل بالظبط؟ يلا بينا نفهم العلم اللي ورا الفشل ده. عشان نحل اللغز ده محتاجين نفكر زي عالم أحياء كده. الحل مش في إننا نجيب سم أقوى، الحل الحقيقي مستخبي في طبيعة الحشرة نفسها اللي بنحاول نقضي عليها. وهنا بقى كل حاجة بتبان. الصرصار حشرة من النوع اللي بيمضغ وبياكل أي حاجة، فلما بيمشي على البودرة بتلزق في رجليه وقرون استشعاره، وهو بينظف نفسه بيروح واكلها، وبالتالي السم بيدخل جسمه ويشتغل. لكن بق الفراش ده قصة تانية خالص. فمه عبارة عن إبرة دقيقة جدا بيستخدمها عشان يخترق الجلد ويمص الدم وبس. هو حرفيا مش بياكل أي حاجة تانية غير الدم. والموضوع مش بس طريقة الأكل، لأ، جسم حشرة البق نفسها عامل زي ما تكون دبابة صغيرة متدرعة. جسمه متغطي بطبقة شمعية بتشتغل كدرع واقي، بتخليه يمشي فوق البودرة دي وكأنها مجرد تراب. السم عمره ما بيوصل لجسمه أصلاً عشان يأثر فيه. ودي بقى الكارثة الحقيقية. بدل ما البودرة تموت البق، هي بتشتغل كجهاز إنذار. الحشرة بتحس بالخطر فبتهرب فورا من المكان اللي ترش فيه البودرة، وتستخبى في أماكن أعمق أو حتى تنتقل لأوض تانية. وبكده بدل ما تكون المشكلة محصورة في مكان واحد، بيتم نشرها في الشقة كلها. يعني الطريقة دي مش بس ملهاش لازمة، دي كمان بتنشر المشكلة. لكن القصة للأسف مش بتنتهي هنا. المحاولات الفاشلة دي ممكن تتحول من مجرد حاجة غير فعالة لخطر حقيقي. خلينا نشوف ازاي الحلول دي ممكن تضر الناس اللي المفروض انها بتحاول تحمي نفسها. واحدة من أخطر الحاجات اللي ممكن حد يستخدمها هي المبيدات غير القانونية دي. منتجات زي الطباشير السحري بتنتشر عشان رخيصة، لكنها في الحقيقة قنبلة موقوتة، لأن محدش أبداً عارف إيه هي مكوناتها السامة ومفيش عليها أي نوع من الرقابة. والكلام ده مش مجرد تحذير عام. وكالة حماية البيئة الأمريكية واضحة وصريحة جدا في النقطة دي. أي ادعاء مكتوبة على العلب دي زي آمن للاستخدام أو غير ضار، هي مش بس مضللة، دي كذبة خطيرة جدا. المخاطر الصحية هنا مباشرة وواضحة. بنتكلم عن أعراض تسمم حقيقية زي القيء وآلام المعدة، وممكن توصل لتشنجات. والأخطر من كل ده إن الأطفال ممكن يفتكروا الطباشير ده لعبة أو طباشير سبورة عادي، وهنا ممكن تحصل كارثة حقيقية. والخطر على فكرة مش بس في المنتجات غير القانونية. أي بودرة مبيدات حتى لو كانت مرخصة، لو اترشت بكميات كبيرة وبطريقة عشوائية، جزيئاتها الدقيقة بتفضل طايرة في الهواء. استنشاقها على المدى الطويل بيسبب مشاكل خطيرة في الجهاز التنفسي. يعني حتى لو بنستخدم منتج قانوني، طريقة الاستخدام الغلط ممكن تخلق خطر خفي جوه بيوتنا. تمام؟ يبقى كده فكينا خرافة البودرة. دلوقتي خلينا نتكلم عن أداة تانية مشهورة جدا في المكافحة المنزلية اللي بيسموها قنبلة الحشرات أو الفاجر. المعلومة دي ممكن تكون صدمة لناس كتير، لكن العلم واضح جدا في النقطة دي. حسب دراسات كتير، الاعتماد على الأجهزة دي عشان نكافح باقي الفراش هو مضيعة كاملة للوقت والفلوس. والسبب بسيط ومنطقي جدا. الباء حشرة ذكية وبتعرف تستخبى في أضيق وأصعب الأماكن، زي ثنايا المراتب وشقوق الخشب أو ورا براويز الصور. الرذاذ اللي بيملى الأوضة ده عامل زي الضباب، بيغطي الأسطح المكشوفة وبس، لكنه أبداً مش بيقدر يوصل للأماكن العميقة اللي الحشرات مستخبية فيها. فآخره يقتل الحشرات اللي ماشية بالصدفة بره، ويسيب 99% من الإصابة زي ما هي. طيب، احنا قضينا وقت طويل بنتكلم عن ايه اللي مش بينفع. دلوقتي نيجي للجزء الأهم، ايه اللي بينفع فعلا. خلينا ننتقل للاستراتيجيات الذكية والأمن اللي ممكن تحل المشكلة دي بشكل جذري. بس قبل ما نتكلم عن منتجات معينة، لازم نفهم مفهوم مهم جدا اسمه مقاومة المبيدات الحشرية. فكروا فيها كده، الحشرات بتتطور مع الوقت. سلالات باقي الفراش بتقدر تطور مناعة طبيعية ضد المواد الكيميائية اللي زمان كانت بتموت أجدادها. عشان كده حتى بعض المنتجات المسجلة ممكن مع الوقت تبطل تشتغل. وعشان كده الخبراء بيرشحوا أنواع معينة زي جل السيريكا. المادة دي مش سم بالمعنى التقليدي، لأ، دي مادة مجففة. ببساطة شديدة هي بتشتغل عن طريق إنها بتدمر الطبقة الشمعية الوقية اللي على جسم الحشرة، فالحشرة تموت من الجفاف. ده يعتبر هجوم فيزيائي مش كيميائي، وده اللي بيخليه فعال جدا حتى ضد السلالات اللي طورت مقاومة ضد المبيدات.
وطبعا استخدام المنتج الصح لازم يكون بالطريقة الصح. جل السيليكا لازم يترش كطبقة خفيفة جدا يدوب زي طبقة غبار. الفكرة إن الحشرة تمشي عليها من غير ما تاخد بالها، فالبودرة تلزق فيها وتدمر درعها الواقي. والأهم من كل ده طبعا هو اتباع إجراءات السلامة وقت الاستخدام. وده بيوصلنا لأهم استنتاج: المكافحة الناجحة عمرها ما بتكون منتج واحد وبس، دي استراتيجية متكاملة. بتبدأ بالتحضير، إننا نقلل أماكن الاختباء، بعدين الهجوم، شفط الحشرات والبيض بالمكنسة الكهربائية، بعد كده الدفاع، استخدام أغطية المراتب الواقية، وفقط بعد كل ده وكخطوة أخيرة بيتم تطبيق المنتج الصح بأمان وفي الأماكن المستهدفة بس. في النهاية الموضوع كله بيتلخص في السؤال ده: لما الأمر يتعلق بحماية بيوتنا وعائلاتنا، هل الحل السريع يستاهل فعلا المخاطرة؟ المكافحة الفعالة للحشرات مش سباق، دي عملية دقيقة محتاجة معرفة وصبر، والأهم من كل ده التزام بالسلامة أولا وأخيرا.